السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور رمضان خيري في فيديو جديد. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي مقاومة الأنسولين. إيه هي مقاومة الأنسولين وليه بتحصل؟ وإيه علاقة مقاومة الأنسولين بزيادة الوزن؟ وإزاي أنت تقدر إنك تقلل عندك مقاومة أو بقى تعالج مقاومة الأنسولين أو إنك أصلا ما تتعرضش لمقاومة الأنسولين. بس في البداية عايزك تعمل لايك للفيديو لأن ده شيء هيفرق معانا كتير جدا. طيب خلينا الأول نبدأ بحاجة مهمة وهو الأنسولين. الأنسولين ده هو عبارة عن هرمون بيفرزه البنكرياس، كل وظيفته إن هو يتحكم في مستويات السكر أو الجلوكوز في الدم. وبالتالي أنت لما بتاكل أي وجبة أو أكلة عادية يبدأ الجسم يحولها لسكر أو جلوكوز اللي هو يعتبر مصدر الطاقة الأول في الجسم اللي بيخش كل خلايا الجسم علشان تقوم بوظيفتها. المسؤول عن موضوع ان السكر او الجلوكوز يخش الخلايا هو الانسولين. وبالتالي والانسولين بيطلع من البنكرياس باشاره من الجلوكوز اللي في الدم علشان يبدا يمسكه من ايده ويدخله الخلايا. طيب المشكله هنا بتحصل امتى؟ المشكله هنا بتحصل لما الخلايا تفقد حساسيتها للانسولين وبالتالي تبدا تقاوم الانسولين، فالانسولين واخد الجلوكوز من ايده وداخل بالخلايا، تبدا الخلايا تعترض وتقاوم تقول له لا والله مش هينفع الكلام ده، خلاص من النهارده ما بقاش فيه الكلام ده. طيب هنا بيحصل ايه؟ هنا بيحصل حاجتين على طول في الوقت ده. اول حاجه بتزيد نسبه او مستوى السكر او الجلوكوز في الدم. تاني حاجه ان الانسولين كذلك البنكرياس يبدأ يزود كمية الأنسولين علشان يقدر يحل المشكلة دي. وبالتالي أنت كده عرضت نفسك لمشكلة أو الجسم بيتعرض لمشكلة إن الأنسولين عايز يتخلص من السكر أو الجلوكوز اللي موجود ده، عايز يخلص منه، فيبدأ إن هو يخزنه في الجسم كدهون، وبيختار منطقة البطن كأكتر مكان يبدأ يعمل فيه الموضوع ده. ومن هنا تبدأ موضوع زيادة الدهون والسمنة. ومش بس كده، كمان ممكن تتعرض الشخص اللي عنده مقاومة أنسولين لمرض السكر من النوع التاني. طيب الأسباب بتحصل ازاي المشكلة دي؟ طبعا بتحصل أحيانا بتكون جينية أو وراثية، زي ما السكر كده أحيانا بيبقى وراثي، ساعات طبعا بيبقى أكل غير صحي، نظام الأكل مش مظبوط، طبعا قلة نشاط الرياضي، كمان قلة النوم أو النوم اللي مش كويس، التوتر، الحاجات دي طبعا بيبقى ليها دور كبير جدا. عشان كده انت علشان تتفادى المشكله دي انك لازم تظبط نومك وتظبط اكلك، وكمان تمارس رياضه بشكل معقول او شكل كافي، وطبعا كمان لازم تهتم بصحتك. طيب ده باختصار خالص ايه هو مقاومه الانسولين وازاي بتحصل وازاي انت ممكن تتخلص من المشكله دي. اتمنى يكون الفيديو مفيد، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم. يا ريت لو في اي سؤال سيبولي تحت في التعليقات وارد عليه بسرعه ان شاء الله. متنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه لو انت مش مشترك معانا. اشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.